السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واجمل اخوات، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل صوابع زينب بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان طريقة تسوية سهلة جدا، وهنشكلها بحاجة ما تخطرش على بالك. طعمها زي الجاهزة واحسن كمان، ومش هتكلفنا حاجة خالص. معسلة كده ومقرمشة حتى لو قعدت عندك اسبوع. وكل الكمية دي اللهم بارك بكوباية دقيق واحدة بس. ومكوناتنا عبارة عن كوباية من الدقيق، ومية دافية للعجين، وكوباية اللي هنعاير بيها الدقيق هي اللي هنعاير بيها الزيت والمية وكمان كل المكونات، وربع كوباية من الزيت، وربع كوباية من سميد البسبوسة، السميد العادي اللي بيجي من عند العطار، مش السميد بتاع الأكياس، وربع معلقة من الخميرة، متكتروش منها علشان ما تفرش معاكم الصوابع، وكمان حاجة بسيطة خالص كده من الملح. هحط الملح والسميد على الدقيق وهقلبهم كويس. تقدري تضاعفي الكمية، لكن الكمية دي حلوة جدا وبتطلع لك طبق كبير من صوابع زينب، اللي الطبق اللي شفتوه في اول الفيديو. هنزل عليهم كده بالزيت واقلبهم كويس، الدقيق والسميد مع الزيت. لازم اتاكد ان الدقيق والسميد اتغلفوا كويس جدا بالزيت بايدي كده، وهقلب. بنفرك كده كويس عشان نتاكد ان كل السميد والدقيق اتغلف معايا بالزيت. شايفين يكون بالشكل ده، يكون عامل كده زي رمل البحر. لما بنضغط عليه كده وبنفركه بيكون عامل زي رمل البحر بالظبط. بجيب بقى كده كوباية وبنزل فيها بربع معلقة صغيرة من الخميرة، وبنزل عليها بشوية مية صغيرين. ما تكتروش مية، حطوا شوية صغيرين كده، ولما تحتاج العجينة ضيفوا لها شوية بشوية علشان ناخد كل كمية الخميرة. احنا حاطين ربع معلقة صغيرة بس من الخميرة، فمش عايزين نهدر منها ولا نرمي منها. بقلبها كده كويس مع المية، وبعد كده بنزل بالمية بتاعة الخميرة على الدقيق والسميد اللي احنا بسينه بالزيت. عايزه اقول لكم صوابع زينب اللهم بارك مش بتشرب معانا زيت خالص واحنا بنقليها، لان الوصفه ناجحه جدا. مشوا بس على نفس الطريقه وان شاء الله هتاخدوا نتيجه هايله جدا. من هنا كده وهنبدا نعجن، وننزل بالميه كده شويه صغيرين بشويه صغيرين علشان العجينه ما تبص معانا. ما تحطوش الميه كده مره واحده علشان العجينه ما تطرش معاكم، وتحتاجوا ان انتوا تضيفوا سميد ودقيق وتبوظوا معاكم الوصفه. وكمان ما تعجنوش كتير، يا دوب تلموا العجينه كده علشان توصل معايا للملمس وكمان القوام اللي هتشوفوه دلوقتي. اول ما بتتلم معايا العجينه بتكون بالشكل ده، بتكون عجينه وسط. خلاص ببطل عجن فيها، بغطيها كده وبسيبها على طول علشان هنبدا فيها تشكيل على طول. مش هنسيبها ترتاح ولا تخمر، مش عايزين ندي العجينه فرصه اللي هي تخمر علشان ما تفرش معانا كده في الزيت. اقطع العجينه كده لقطع متوسطه الحجم، وهبدا ان انا اشكلها لرول طويل بالشكل ده. بنقطع كل الكميه وبعد كده بنشكل. مش عايزين نسيب صوابع زينب تخمر معانا النهارده علشان ما تفرش معانا وتفتح كده في الزيت. فبنقطعها كلها كده، وبعد كده بنحط الزيت على النار، على نار متوسطه. وده بيكون شكل صوابع زينب بتاعتنا بعد ما شكلناها. هجيب بقى كده الأداة اللي هنشكل عليها. قدامكم أكتر من طريقة، تقدروا تجيبوا ورقة كرتونة وتشكلوا عليها بالشكل ده. بنفرد كده عليها قطعة من العجين وبصوابعنا كده، ونبدأ ان احنا نرولها. هعمل معاكم كمان واحدة. بنفرد قطعة العجين كده، ومن الطرف كده بنبدأ ان احنا نرولها، بتدينا الشكل ده شكل حلو جدا. الكرتونة دي بيكون عليها ورقتين كده، فبتشيلوا كده ورقة منهم بيدينا الشكل المتعرج ده. اول ما بنشتغل فيها تشكيل بنكون حاطين الزيت على نار هاديه جدا، علشان بننزل بصوابع زينب دي على طول. اول ما بنشكلها كده بننزل بيها على طول علشان ما نديهاش فرصه ان هي تخمر وتنفش معانا ويكون الشكل بتاعها مش مستحب. في بقى طريقه تانية اللي انا بشتغل بيها، دي المصفى بتاعه البطاطس متوفره في كل بيت. بتقدري كده تشكلي عليها صوابع زينب. بنفرد كده القطعه وبايدينا كده بنبدا ان احنا نرولها بالشكل ده. كمان تقدري تشكليها على حاجات كتير، تقدري تشكليها على المصفى البلاستيك اللي بنصفي بيها عصير الطماطم، وكمان تقدري تشكليها على المبشره بتاعه البصل والبطاطس والكلام ده. في اكتر من طريقه عشان تشكلي بيها. وان شاء الله الرسمه بتاعتنا بتاعه صوابع زينب النهارده مش هتروح معاها واحنا بنقليها ولا اي حاجه. طبعا في الوقت اللي انا بشكل فيه ده بنكون مشغلين النار او حاطين الزيت على النار، على نار هاديه. وبننزل بصوابع زينب اول الزيت ما يسخن كده حاجه بسيطه خالص، علشان ما تاخدش لون غامق من بره وتكون ما استوتش من قلبها. هتشوفوا دلوقتي وانا بحطها في الزيت شكل الزيت بيكون عامل ايه. هعمل كمان بس قدامكم كمان واحده علشان تشوفوا الطريقه سهله جدا. تحاولوا تقفلوها كده، وان شاء الله الرسمه النهارده بتاعت صوابع زينب مش هتروح منها ولا اي حاجه.
وده الزيت بتاعي حطاه على نار هاديه. اول ما بننزل بصوابع زينب شايفين كميه الفقاقيع البسيطه اللي حواليها ده دليل على ان الزيت بتاعنا مش سخن قوي، يعني مش بنسيبه لغايه لما يوصل لدرجه اللي هو السخن ده، لا اول ما بيبدا يدفى كده على النار بننزل على طول بصوابع زينب بالشكل ده. وكمان هي هتزيد معانا حاجه بسيطه خالص كده في الزيت علشان احنا حاطين فيها خميره، لكن مش هتفرش اللي هي الفرشان القوي، هتدينا الشكل صوابع زينب المتعارف عليه. وان شاء الله الرسمه بتاعتنا مش هتروح ولا اي حاجه. اول كده ما بتتشمع حاجه بسيطه من الزيت بنبدا ان احنا نقلبها كده على الناحيه التانية قبل ما بتاخد لون. بنكرر الموضوع ده مرتين تلاتة كده علشان تاخد كلها لون واحد، ما يكونش جنب اغمق من التاني. اول ما بتتشمع حاجه بسيطه بنقلبها كده بمعلقه على الناحيه التانية. وزي برضو لسه زيت زي ما كنا شغالين عليه في الاول، هادي جدا مش عالي وكمان مش سخن قوي. شايفين بنقلب بالشكل ده، بنحس ان هي بتبدأ تقسى كده او تنشف معانا. انا عايزة اطلع صوابع زينب من الزيت بتكون ناشفة خالص علشان ما تطراش معايا بعد كده لما احطها في السيرب. وهنتكلم شوية عن السيرب بتاع صوابع زينب. سيرب صوابع زينب كل كوباية ونص من السكر، كوباية من المية، هنحطهم على النار ونحط عليهم عصير نص ليمونة، واول ما بيغلوا كده بنسيبهم على النار حوالي 3 4 دقايق وبنطفي عليهم. شايفين انا عايزه اقول لكم بس ان هو ده اللون بتاعها موحد كده، من كل جنب واخد نفس اللون، بتوصل معايا للشكل او اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. فتحت كده حاجه بسيطه، والفتحه دي انا بحبها، مش بتضر يعني في صوابع زينب. شايفين بنطلع بيها كده على طول من الزيت وننزل بيها في الشربات، والشربات يكون بارد جدا يعني يكون من التلاجة كمان يفضل، علشان تفضل معانا مقرمشه حتى لو باتت لتاني يوم. شايفين هوريكم الصوت القرمشه دلوقتي مقرمشه جدا، حتى بعد ما حطيناها في السيرب وطلعناها بتكون مقرمشه جدا. وده بيكون الشكل بتاعها ما شاء الله واخده لون حلو جدا. وقلت لكم السر في اللون ان احنا بنقلبها كده كل شويه. وطبعا اول ما بنشتغل تشكيل فيها على المصفى او على الكرتونه بنشكل ونحط على طول في الزيت، مش بنسيبها علشان ما نديش فرصه للخميره ان هي تخمر. شايفين الجمال والحلاوة؟ بجد من أكتر الحلويات الشرقية المفضلة والمحببة لقلبي، لأن هي سريعة وسهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة جدا، وكمان مش بتشرب معانا زيت نهائيا. هي كمية الزيت اللي بتحطيها هي الكمية اللي بتاخديها. شايفين صوت القرمشة؟ سامعين صوت القرمشة؟ مقرمشة جدا، وكمان طيبة كده أو مستوية من جوه مش طرية، واخدة تسوية من بره زي من جوه، وكمان شاربة الشربات بتاعها وطعمها زي الفل. تكون معانا بالشكل ده. كمان تقدري تعمليها لو عندك ضيوف، ما بتاخدش ان شاء الله 5 6 دقايق تحضير. على ما بتعملي كده العصير بتكون صوابع زينب خلصت معاكي. جربوها على ضمانتي، لان من بساطه المقادير وسهوله الوصفه هتبطلوا تشتروها من بره وتعملوها على طول في البيت. بجد حاجه كده ما ينشبعش منها. وان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام وكمان بالكوبايه، وما تنسونوش بقى باللايك الجميل زيه. كمان الشربات المظبوط لصوابع زينب انا عاملاه على القناه، هسيب لكم اللينك بتاعه. وبكده بيكون خلص معانا فيديو اليوم، واستنوني كل يوم في وصفه جديده من وصفاتنا الحلو والحادق. واشوفكم على خير بفيديو تاني، ومع السلامه.